السلام عليكم، اهلا بكم يا اهلاويه في قناه تحليلاتكم. الحمد لله النهارده الاهلي عدى المباراه على خير، مباراه المقاولون، وطلعنا فيها بشويه مكاسب كتيره نتكلم عنها. ولكن في البدايه ما تنسوش الاشتراك في القناه، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. طبعا كلنا شفنا النهارده النادي الاهلي في مباراته مع المقاولون وفوزنا ب3 أهداف مقابل هدف وحيد، واصبح عندنا دلوقتي 40 نقطه متساويين في عدد النقاط مع نادي الزمالك وبيراميدز. ولكن يتبقى لنادي الزمالك مباراه هيلعبها بكره ان شاء الله مع الاتحاد السكندري. المهم الايجابيات يا جماعه، حاجه من الايجابيات طبعا تحسن اداء النادي الاهلي على الشق الهجومي طبعا، وخاصه بعد ما شفنا مشاركه حسين الشحات وايضا اشرف بن شرقي لما نزل صنع الهدف الثاني لامام عاشور، ايضا كانت له اكثر من هجمه. ايضا حسين الشحات لما نزل برضه سجل الهدف الثالث للنادي الاهلي في الدقيقه 95+5 يعني. اما بالنسبه طبعا للايجابيات اللي في خلال المباراه، الروح المعنويه الكبيره للفريق على بعض الاحيان في اوقات المباراه، مش كل المباراه. شفنا الشوط الاول كان يعني يعتبر المقاولون افضل منك، رغم ان احنا بدأنا بهدف مقابل لا شيء، ولكن المقاولون كان افضل منك. شفنا توتال بتاع الاحصائيات بتاعت المباراه يا جماعه، الاستحواذ للنادي الاهلي اي نعم يعني 61% مقابل 39% للنادي المقاولون، ولكن استحواذ سلبي. واحد يقول لي ازاي استحواذ سلبي واحنا فايزين 3-1؟ اقول لك خد مثال من ضمن الامثله ان الاستحواذ بتاع النادي الاهلي كان استحواذ سلبي بغض النظر عن ال3 اهداف اللي احنا سجلناهم. اللي سجلنا طبعا منهم هدفين، هدف بمهاره عاليه وتسديده قويه من امام عاشور، والهدف الثاني من مهاره فرديه لحسين الشحات. بقول لك طبعا الاستحواذ السلبي ازاي؟ انت ال 61% اللي الاهلي كان مستحوذ فيها ما عندوش تسديدات على المرمى، التسديدات مجمل مش على المرمى كمان، تسديدات مجمل 8 تسديدات. اما طبعا المقاولون العرب اللي هو كان 39% استحواذ عمل كم تسديده على النادي الاهلي؟ عمل 13 تسديده، من ضمنهم طبعا 8 تسديدات على المرمى من المقاولون العرب على النادي الاهلي. بغض النظر اما نادي الاهلي من ال8 تسديدات اللي سددهم او ال5 تسديدات اللي سددهم 3 منهم فقط على المرمى، يعني سددنا 5 تسديدات على المرمى او 8 تسديدات، لان في كذا تسديده يعني ملهاش اي داعي، يعني ما راحتش بين الشبكات بين ال3 خشبات ولكن تسمى تسديده. لكن اللي بين ال3 خشبات 5 تسديدات، من ضمنهم 3 طبعا سجلنا منهم هدفين، والهدف الثالث طبعا ما كانش من خلال تسديده، كان من خلال ضربه رأسية من محمود تريزيجيه. فده يدل على ان في استحواذ سلبي، انت مستحوذ على لمس الكرة وكل حاجة، ولكن الفعالية على المرمى النادي الخصم اللي هو مستحوذ اقل منك اكتر منك فعالية على المرمى. ما علينا. طبعا المقاولين كلنا شفنا الهدف اللي هو سجله واحتسب تسلل. اي نعم التسلل كان متأخر، يعني اللاعب في الاول اللي استلم الكرة كان متسلل فعلا 100%، ولكن الكرة بعد كده اتلكلكت ورجعت من الدفاع ومش عارف ايه ورجعت في نص الملعب. ولكن اللي خلى الكرة اتحسبت اوفسايد ان لاعيبه النادي الاهلي الهجمه دي او الكرة دي مفيش ولا لاعب من النادي الاهلي لمس الكرة، فبالتالي اصبحت الهجمه قائمه لسه، ونفس اللعبه بتاعه التسلل مع فريق نادي المقاولون اللي هو احرز بعديها من هدف. فعلشان كده الحكم رجع للفار والفار الغى الهدف، لان مفيش اي كوره اتلمست من النادي. عارفين لو النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي لمسوا الكوره خلاص اصبحت التسلل خلاص قديم، وبعد كده اللعبه جديده، فبالتالي ما كانش ينفع ان هو يلغي الهدف. ما علينا. الايجابيات برضه زي ما قلنا تألق واحد زي اشرف بن شرقي اللي احنا كلنا شفنا ازاي حرك الجبهه اليمين لما نزل وصنع الهدف الثاني لامام عاشور. ايضا واحد تألق زي حسين الشحات سجل الهدف الثالث. وبرضه المباراه اللي فاتت يا جماعه قصاد زد لما نزل كان محرك الجبهه اليمين شويه الجبهه الشمالي شويه، وكان مؤدي اداء عالي، فبالتالي رجعت له الثقه شويه في شويه. فدي من مكاسب النادي الاهلي. الروح المعنويه للنادي الاهلي دي برضه مكسب من مكاسب المباراه، يعني الدفعه المعنويه للاعيبه. ايضا تحس ان يسترب بلع انفاسه شويه، يعني ايه هدي شويه، لان كان على المحك. اذا تخيل معايا لو النادي الاهلي خسر نقطتين تاني بعد مباراة زد، فيعني 70-80% الناس كلها كانت هاجت على طبعا يسترب وقالوا له يمشي قبل ما يكمل حتى الموسم. خلينا اقول لكم طبعا ان من مكاسب النادي الاهلي برضو ان الجمهور هدي على اللعيبه شويه. طبعا الحمد لله احنا فزنا دلوقتي وبقينا في الصداره، مستنيين طبعا مباراه الزمالك، ممكن يتعثر بكره من الاتحاد او يتعثر في المباراه اللي بعدها، فاصبح عندنا فرصه طبعا ان احنا ننافس على اللقب. ده الوضع الطبيعي للنادي الاهلي. اما السلبيات زي ما قلنا
اللي هو استحواذ سلبي على الكوره، ما فيش المهاجم اللي يخلص برضه كل حد الان. النادي الاهلي ما عندوش مهاجم يخلص راس حربه صريح، استرايكر رقم 9 طبعا في الصندوق زي ما بيقولوا في منطقه الجزاء. ايضا من ضمن السلبيات الاهداف الكتيره اللي بتدخل للنادي الاهلي. يعني تخيل النادي الاهلي دلوقتي سجل 32 هدف في الدوري كامل ودخل مرماه 17 هدف. بيراميدز طبعا دخل مرماه 15 هدف. الزمالك سجل 32 ولكن دخل في مرماه 12 هدف. بيراميدز سجل 32 ولكن دخل زي ما قلنا 15 هدف. فالنادي الاهلي دخل فيه كميه اهداف كتيره جدا مش معتادين عليها. ايضا من ضمن السلبيات في هذه المباراه سرحان اللعيبه وخط الدفاع بتاع النادي الاهلي. يعني شفنا الهدف الاولاني بتاع بيراميدز بتاع المقاولين اللي هو احتسب تسلل، اللعيبه كلهم طبعا واقفين، يعني 4-5 لعيبه مرصوصين في منطقه الجزاء ولا واحد فيهم مسك الراجل اللي جاب الهدف. ايضا الهدف الاساسي اللي اتحسب لنادي المقاولين العرب اللي هو في الدقيقه طبعا 70 تقريبا او 80، اللي برضه نفس الرصه بتاعت اللعيبه بتاعت خط الدفاع، 3-4 لعيبه في منطقه الجزاء ولا واحد، كلهم باصين على ماسك الكوره اللي بيلعب الكوره الناحيه الثانيه عند الركنيه وسايبين اللاعب في منطقه الجزاء من غير اي مراقبه. فبالتالي جات الكوره شاتها طبعا هدف لا يسأل عليه طبعا مصطفى شوبير. ده يا جماعه اجمالي تحليلي لهذه المباراه، مباراه النادي الاهلي والمقاولون. المهم الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الكبيره، وهارد لك لنادي المقاولون. ان شاء الله اللي جاي افضل للنادي الاهلي. ما تنسوش الاشتراك في القناه. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.